الحمد لله يا عم، كل حاجه بقت تمام وزي الفل. ربنا يتمم لكم على خير يا حبيبي، وعيش واشوف عيالكم. اتكسفت ايه؟ بابي هيسكت اهو. ربنا يخليك لينا يا عم كده، وتعيش وتشوف احفادك باذن الله. ربنا يخليك يا حبيبي، انا اهم حاجه عندي ان انت تصونها وتحطها في عينيك. دي بنتي الوحيده، مش هوصيك يا عمر. في عيني يا عمي. بابا عمر بيحبني وهيحافظ عليا، ولا انت ليك كلام تاني؟ بس طب ما نقرا الفاتحه كده يا عم عشان تبقى بدايه خير علينا كلنا. ما احنا قريناها 5000 مره يا عمر خلال 6 سنين خطوبه. ايه بقى؟ البنت شابت جنبك يا عمر، العيال بتقول لها يا حاجه مريم فش. خلاص بابي هيتكتب. ما نقراها تاني يا بابا، ايه المشكله؟ الله. ماشي نقرا الفاتحه، عيال مستعجله. خد يا عمر، دي نسخه من القايمه راجعها عشان المره الجايه لما تيجي تمضي على طول، ونبقى احنا مخلصين كل حاجه. بقول لك ايه يا مريم، دواليب المطبخ نقيها ازرق ظهر الحوت. ايه ده يا عمي؟ هو مين قال لحضرتك ان انا همضي على قايمه؟ هو انت مش مفهمه بابا ان انا مش همضي على قوايم ولا ايه؟ معلش، متفق انت ومين يا غالي؟ انا ومريم يا عمي. طيب ما تروح تتجوز انت ومريم على اي كافيه، وراح انا انزل لكم الطلبات. بتحب مخيطه حبيبي بابي؟ وانت عايز كابتشينو حضرتك ولا اي حاجه تانية؟ لا ما اقصدش يا عمي، اكيد انت الخير والبركه طبعا، بس اللي عايز اقوله لحضرتك ان احنا عندنا في العيله مش بنمضي على قايمه، والحمد لله كلهم مرضيين والدنيا تمام يعني. واحنا عندنا برضو في العيله كلهم متجوزين بالقايمه ومرضيين والدنيا تمام وزي الفل. تصور. وبعدين يا عمر تعالى هنا، هو انت متخيل ان انت هتيجي تاخد بنت بيضه ورغيف ولا ايه؟ ولما تزهق شويه وتتخانقوا تقوم مطلقها له ورماها لي في الشارع، ولا ايه يا ست البنات؟ هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا عم؟ ليه نفترض ان احنا بنتجوز عشان نتطلق؟ ده حتى فال وحش. وبعدين انا مش متغرب بقالي 5 سنين بره وداخل البيت من بابه عشان حضرتك تيجي تقول لي ان احنا نتطلق. يا عم انا بحب بنتك وشاريها وهحطها في عينيا. لا يا حبيبي، بنت مش قطره بلوزين عشان تحطها لي في عينيك. انا عايزك تحطها لي في البيت عادي، بس اضمن حقها. ثم ان الطلاق ده احتمال وارد. وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد يا بنت؟ طيب يا جماعه ممكن نهدى شويه ونحاول نوصل لحل يرضينا كلنا. حل وسط يا مريم، انا مش جاي اخلص في عربيات وسان وادفع اقساطها. احنا بنتكلم في جواز يا عمي. ما تقوم تديها قلمين يا عمر. لا هيقوم اديها قلمين، ما تتكلمش ببقك. ولا خدها ونقوم ننام بدري عشان انت ترتاح شويه. قوم يا بنت ما تعمليش صوت عشان عمر عايز جرى يا عمر. لا يا عم اكيد ما اقصدش، بس الكلام برضو يبقى في المعقول يعني. هو انت يا ابني مش شاري مريم؟ طبعا يا عمي. وهتحافظ عليها عمرك ما هتجرحها؟ في عيني. خلاص يبقى خايف ليه تمضي على القايمه؟ ده حته ورقه بنضمن بيها حق بنتنا، وفي الاول وفي الاخر بتترمي في النيش. وطول ما انتوا كويسين وسمنه على عسل ملهاش اي صفه. ولا انت بتخوننا؟ ما ده لا تكون بتخوننا يا عمر، لا يكون بيخوننا يا مريم. عمر هو انت بتخوني؟ اخون مين؟ انت اتعبطتي يا عم. لا انا شايف ان كنتوا اللي بتخونوني كده مش انا، عشان افضل مع مريم على العجين ما يلخبطوش. ولو فكرت ان انا اقول لها حتى الاكل ناقص ملح، ولا نازل اسهر مع اصحابي، ولا نتناقش بين اي اتنين متجوزين عادي في الدنيا، افتكر ان في ورقه انا ماضي عليها مريم تقدر ترفع بيها قضيه ونقعد نبيع ونشتري في بعض. يا عمي دي مش عيشه بين اي اتنين متجوزين ولا حتى بيحبوا بعض ولا ترضي ربنا. بص يا عمي، شرع ربنا بيقول ان هي ليها مهر وليها مؤخر، وانا كنت ادي كلمتي معاك فيها، فمعلش ما تتكلمش معايا في قايمه بقى. تمام، يبقى انت مخون البيت وناوي تبهدلها معاك، ومالوش لازمه اصلا الكلام اللي احنا بنقوله. ربنا يوفقك يا ابني وتلاقي بنت الحلال اللي تثق بيها. قومي يا بنتي عشان احنا اتمسينا. يلا بيتك بقى ومطرحك يا عمر. قومي يا بنت. لا يا عم انا مش مخونها، بس برضه ما تقولنيش كلام انا ما قلتهوش. ما تمضي يا عمر، دي مجرد ورقه ملهاش اي 60 لازمه. بعدين هو مش انت بتحبني؟ هو انت ازاي بتقولي كده يا مريم؟ طالما بتحبني امال ليه مخوننا؟ هو انت مش عارفه انك انت كل حياتي؟ لو ده فعلا هيثبت لك ان انا بحبك وشريكي، خلاص يا عم هاتوا القايمه اللي انتوا جايبين فيها حاجتكم امضيلكوا عليها عشان حقوقكم، انا ما عنديش مشكله. ايوه كده، انا عرفت اختار لي بيت. توكل على الله يا عمر. ليه 43 فوطه يا عم؟ طب ما كنت خليتها 45 او 40 طالما هنفتح صالون حلاقه. نهى بنت خالتها جايبين 42 فوطه، صليت على النبي، وبنتي مش اقل من نهى. وانتوا هتجيبوا 43 فوطه يا عمي؟ ده كلام على الورق، يعني احنا دماغنا صغيره هنجيب 43 ده عشان شكلها قدام بنت خالتها بس. هو مش الانتريه كان ب 29؟ حتى بالاماره قلنا للراجل زق معانا، ليه مخلينهم ب 98,000 جنيه؟ ده كلام على الورق بس عشان يبقى شكلها قدام بنت خالة عمتها. وليه 13 سجاده ب 47,000 جنيه يا عمي؟ ده هي اساسا الشقه كلها 3 اوض وصاله، والصاله باركيه اساسا. اهو انت ده كلام على الورق بس عشان سمنه جارتنا هتاكل وش البيت. الله خصوصا في موضوع السجاد ده، لكن ان كان عليا انا ولا يشغلني السجاد. ايه السجاد يعني؟ هو بس معلش ملحوظه بسيطه، هو انا شايف 50 جرام ذهب. معلش ليه؟ هو احنا يا بنتي مش جايبين 15 جرام وحضرتك عندك خلفيه بالموضوع ده؟ ولا انتوا وزنتوا بره ولا ايه؟ انا مش فاهم حضرتك، انا مش فاهم اللي مكتوب ده. دي حاجات كلها مش موجوده اساسا في الكرهات، انا مش فاهمها. وانا ما اعترضتش على الكلام، انا وافقت عليه، بس لو انت كنت مفكر ان انا كنت هجوز بنتي باقل من 50 جرام دهب
انا كنت بزق معاك يا عمر. ابعتيها له. لا يا عم، انا من غير ما اكمل القايمه دي انا مش همضي عليها. انا مش همضي على حاجات مجموعها 1,665,000 جنيه. طب ليه اعمل كده؟ انا كان عندي استعداد ان انا امضي على الحاجات اللي انتوا جايبينها، بس انت بتعمل كده عشان ترضي بنت خالتها وبنت عمتها وبنت خالة امها وسمنه جارتكم وتدبسني انا. خلاص يا ابن الناس، وانا كمان ما عنديش بنات للجواز عشان ارمي بنت لوحدي هنا ويمرمطها ويرميها لي في الشارع ويقول لي اللي عندك اعمله. هو ده يا عم اللي نسبي يشرف وشايفني انسان محترم؟ هو ده كلامك عليا دلوقتي؟ والله كل شيء اسمه نصيب، وهنبقى نبعت لك تيجي تاخد حاجتك. بقى بالسهوله دي بتتخلى عني يا عمر؟ انا كنت فاكراك بتحبني، بقى حته ورقه مش عايز تمضيها عشاني وشايف ان جوازك مني هيكتفك. انا بجد مخدوعه فيك. انا يا ابني عملت اللي عليا زي ما انت شفت، بس واضح ان مفيش نصيب، والبت كمان غضبت. في حاجه زعلتها ما اعرفش. مريم، زي ما قلت لك يا عمر هنبقى نبعت لك تيجي تاخد حاجتك، ها، عشان بننام بدري بقى. تصبح على خير. انت فعلا عملت اللي عليك يا عم، وهو كل شيء اسمه نصيب. بس اتمنى انك انت ما تتاخرش عليا في حاجتي.